عايزين نعلم أولادنا الصلاة والعبادات وكل الحاجات الحلوة دي من وهم صغرهم، بس بالحب، يعني مش بالضغط. العيال أطفال، يعني لسه فعلا مش عارفين مدى الثواب ومدى العقاب، بس نحاول نزرع من وهم صغيرين التعلق بالصلاة وبقراية القرآن بالحب، بالترغيب مش بالترهيب زي ما بيقولوا. يعني مثلا انا عايزه اعلم ابني الصلاه، يلا نصلي مع بعض، يلا نشجع بعض، يلا ناخد حسنات، نتكلم عن الحسنات، بلاش نتكلم عن السيئات، نتكلم عن الثواب الكبير والجنه، بلاش نتكلم عن العذاب وعن النار. لان احنا مش عايزين الطفل يعمل الحاجة وهو خايف او خوف من ربنا، لا، الاحلى بكتير اننا نعمل الحاجة بحب، حب ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هو ايه، يلا نصلي مع بعض، يلا ربنا هيكرمنا ان شاء الله وناخد الثواب. انتوا عارفين ثواب اللي يصلي ايه؟ طب عارفين ثواب اللي بيتصدق ايه؟ طب عارفين ان اللي بيقرأ قرآن ربنا بيجازيه ازاي؟ نتكلم عن الثواب ونبعد شوية عن العقاب. اقرأ قرآن، انت لو ما قريتش هتبقى معرفش ايه، صلي، انت لو ما صليتش هتدخل جهنم. لا، الترغيب مش الترهيب. عايزين نجربها مع أولادنا، هنحس إنها تفرق معانا ومعاهم جدا جدا جدا، وربنا يبارك فيهم ويجعلهم ذرية صالحة لنا وليكوا يا رب.